السلام عليكم. أول رد فعل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري، ويكشف عن هديته للمنتخب المغربي. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد اكتساح المنتخب المغربي للمنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة، ليتأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم ويضرب موعدا في المباراة نصف النهائية مع المنتخب السنغالي الذي فاز على منتخب جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة. فقد تفاعل الرئيس الجزائري تبون مع فوز المنتخب المغربي، وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية منذ قليل، وقال: هنيئا لفتيان المغرب الذين يستحقون الفوز في هذه المباراة بسبب المجهود الكبير والعمل الجيد طوال هذه المباراة، وسوف ندعم المنتخب المغربي من أجل تأهله إلى المباراة النهائية وتحقيق لقب هذه البطولة، لأن المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد الذي يمثل العرب في هذه البطولة. وسوف تسمح الدولة الجزائرية بفتح المجال الجوي المباشر أمام الطيران المغربي لنقل الجماهير المغربية من أجل مؤازرة المنتخب المغربي في هذه البطولة، وسوف نفتح المعابر البرية أيضا من أجل تسهيل نقل المشجعين المغاربة إلى الجزائر لحضور ما تبقى للمنتخب المغربي من مباريات من أجل تحفيزهم من أجل تحقيق هذا اللقب القاري. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما رأيك في موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتجاه المنتخب المغربي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد.